هوضح حاجة على الثلاث ورقات دول. ماشي، السؤال ده مهم جدا ليكوا ولأي حد هيقص كلوش. هوضح ايه بقى؟ هوضح الفرق بين الجيبة الميني كلوش، الميني كلوش هنعملها هنا، والجيبة النص كلوش، والجيبة اللي هي ايه؟ دبل كلوش. خلاص، قلنا الجيبه الميني كلوش الاتساع بتاعها بيبقى قليل، النص كلوش اتساع متوسط، الدبل كلوش من اسمها كده دبل يعني مضاعف، فكده اتساع ايه؟ مضاعف، يعني بتاخد وسع كتير جدا، عشان كده الدبل كلوش بتنفع في الفساتين السواريه وفساتين الزفاف. خلاص، طيب هنمسك واحده واحده ونشوف كل واحده تطبيقتها ايه. الجيبه الميني كلوش قلنا بتاخد اتساع قليل. هنيجي مثلا هنا انا عندي، خلينا نقلب كده، عندي ده كده اسمه عرض القماش، صح؟ عرض القماش. فانا عندي مثلا العرض 150 سنتي، وده ايه ده؟ طول القماش، طول القماش. فانا هعمل كده، قاعده الكلوش بتقول ايه؟ اطبق العرض على الطول، ده البورصه. تمام. أطبق قاعدة الكلوش بتقول أطبق العرض على الطول بحيث يتكون شكل، طبقنا العرض على الطول بحيث يتكون شكل إيه؟ مثلث. هنا كده هاخد نص الوسط، نص محيط الوسط، ومن هنا لهنا هاخد طول الجيبة زائد 2 سنتي، طول زائد 2 سنتي إيه؟ تانية. تمام؟ وبعد كده هحول دي لدوران زي ما احنا عارفين بنحول عن طريق المزورة، وبعد كده هنحول دي لدوران. ماشي، يبقى دي كده الجيب النص كلوش، هقصها وهركنها على جنب عشان اقدر افرق بين انواع الكلوش. دي الميني كلوش، عشان اقدر لما انا اعمل الثلاث جيبات هقدر افرق بعد كده بين انواع الكلوش. دي كده الميني كلوش، فالميني كلوش تعتبر ايه؟ طبقتين بس، فاصبح عندي ده الامام كله، الامام. خلاص، بتبقى قطعه واحده هي كده. قطعه واحده الامام وده الخلف. طب افرض واحده قالت لي لا اصل انا مش عايزه دي، ينفع كده ان انا اخيط دي واركب سوسته من الجنب. واحده قالت لي مش عايزه سوسته من الجنب، مفيش مشكله عادي يا ستي، ولا تزعلي نفسك، هنتني دي كده وهنتني دي كده، هنخلي الخط اللي كان خط منتصف الجنب اصبح خط منتصف الخلف، وهنروح عاملين كده، فاللي هيشوفها من قدام مش هيلاقي خيوطه من الجنب ده ولا هيلاقي خيوطه من الجنب ده، واصبح هنا الخط ده ايه؟ هو مش هتفرق في الدوران من تحت. لا مش هتفرق ولا حاجه. خلاص، عملنا نفس الحركه دي مثلا. خلاص، يبقى ده كده النص ايه؟ ده كده الميني كلوش. ماشي، هنيجي عند النص كلوش. عند النص كلوش ده عرض القماش، عرض ايه؟ القماش. عرض القماش 150، هنشتغل على عرض عرضين، وده ايه؟ الطول. بصي بقى عشان ما تطلعش معاكي 2 مفتوحين، اول حاجه بعمل كده، يبقى انا طبقت الطول ايه؟ مرتين اهو. خلاص، فاصبح عندي طبقتين ايه؟ متني وطبقتين مفتوح. فانا هعمل كده، اطبق العرض، اصبح عندي ده هو ده العرض، اصبح عندي ده الطول. خلاص، فهيبقى عندي في الجيبه نص كلوش طبقتين من تحت متنيين وطبقتين من هنا مفتوحين، فانا اهو كده. يبقى دي لما طبقتها كان طبقه واحده فوق وطبقه واحده ايه؟ تحت، لكن هنا طبقتين من تحت متنيين وطبقتين مفتوحين، وهاخد ربع الوسط هنا كده، ده ربع الوسط، وهنا كده الطول زائد 2 سنتي تانية. باخدها من الوسط ولا من فوق؟ الطول زائد 2 سنتي تانية. باخد الطول من هنا ليه؟ لان ده هيتقص فهيصبح ايه؟ مهدر، يعني ده كده هدر اهو. دي كده وبعدين دي كده، فاصبح عندي دي كده نص كلوش. برضو واحده قالت لي مش عايزه السوسته من الجنب، عايزه السوسته من ورا عشان يبقى الجنبين مقفولين، هروح عامله كده اهو وهخلي السوسته من ورا، اصبح الجيبه كلها كده. شايفين حتى واضحه ان دي اللي بتدي اتساع ايه؟ اكتر اهو. دي كده هيبقى الخط ده خط منتصف الخلفي، واول 20 سنتي هركب عليها سوسته. تمام. طيب هنيجي بقى للجيبه النوع الثالث. النوع الثالث من الجيبات اللي هي الجيبه ايه؟
الدبل كلوش. الدبل كلوش انا هطبق دي كده على 2. حلو الكلام. وبعدين رحت طبقتها كده على 2. تمام. يبقى انا عندي هنا كده 4 طبقات مكفولة متني، 4 طبقات ناحية المتني عليا. خلاص. طب هنا 4 طبقات ناحية المتني عليا، يبقى ال4 هنا مقفولين، ال4 هنا مقفولين، والحتة دي هي اللي انا هعتبرها كأن هي رأس ايه؟ المثلث. فاروح اعمل دوران هنا كده ودوران هنا كده، تطلع لي الجيبة اللي هي الدبل كلوش، اللي هي ما فيهاش خياطة من قدام ولا خياطة من الخلف ولا خياطة من الجنب اليمين ولا خياطة من الجنب الشمال. امال ايه؟ ما فيهاش خياطة خالص من اي جنب. امال ايه؟ فيها خياطة عند الوسط فقط لو انت عايز تركبي كامر او استك. اهو بصوا نفتحها، بس معلش انا عاملاها كده كروكي، لكن المفروض ان الدايره اللي في النص تطلع دايره يعني تطلع دايره مظبوطه، ما يطلعش فيها المثلث ده. ده بس الهدف، ده فيديو الهدف منه توصيل المعلومه. يبقى مفيش خياطه هنا من الامام، مفيش خياطه من الخلف، مفيش خياطه من الجنب اليمين، مفيش خياطه من الجنب الشمال. امال دي هتتلبس ازاي؟ همسكها كده اركب فيها استك. عشان كده الجيبه الدبل كلوش ما ينفعش ان هي تبقى كده بالظبط، يستحسن ان انا اعمل ربع الوسط زائد 5 سم للاستك، عشان لما اجي اركب الاستك ما ياخدش من المساحه الاساسيه بتاعت ايه؟ الوسط. فاصبح هنا الدبل كلوش عباره عن دايره كبيره وجواها دايره صغيره. النص كلوش هو عباره عن نص دايره. فاكرين الرسمه اللي رسمناها على السبوره؟ الربع كلوش هو عباره عن ربع دايره. يعني دي كده لسه ناقص ليها 3/4، يعني هنا ربع وهنا ربع وهنا ربع، في 3 ناقصين، لكن هي عباره عن ايه؟ ربع دايره. يعني ما ينفعش احطها، هي ماشي انا هحطها هنا كده عشان تبان ان هي جيبه، بس هي لو انا رسمت دايره كامله كده عشان اكملها وحطيت على الدايره دي خط كده وخط كده، هيبقى ايه؟ الدايره ليها 3/4 وهي بتشكل ربع الدائره. ده الفرق بين الميني كلوش، النص كلوش، الدبل كلوش. يبقى الدبل كلوش الكم بتاعه استك. ايوه بالظبط كده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو.